السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب وصحة وسعادة وستر يا رب من ربنا يا رب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طبعا احنا بقينا يوم على رمضان، كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسعادة وستر ورضا من عند ربنا. معلش انا اسفة على صوتي ده، انا بقالي 3 ايام عندي برد شديد جدا جدا جدا. البرد حرفيا مضيع علمي خالص. النهارده بقى عمالين نقول نعمل ايه غدا، نعمل ايه غدا. باقي يوم على رمضان ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين. ومش عارفين نعمل ايه اكل، وعايزين نعمل حاجه خفيفه. قلت بس كان عندي كيس شاورما لحمه في التلاجة، طلعته وحطيته في التتبيله كده وسبته 3 ساعات، وقلت اعمله للولاد كده، اعمل شاورما. وبالهنا والشفا بقى لحد ما بكره ان شاء الله نشوف بقى هنعمل فطار ايه. وبعود الايام يا رب، كل سنه وانتم طيبين يا رب. ويا رب رمضان يدخل علينا جميعا بالفرحه يا رب، والصحه والستر يا رب، والرضا يا رب، اللهم امين. وكل اللي نفسه في حاجه يحققها. هنا بقى يا حبايبي كنت عامله ايه، كنت حاطه جايبه اللحمه، وجبت كوبايه زبادي ونزلت عليها، وجبت شويه خل. انا ما صورتلكوش التركية دي، بس انا بقول لكم اللي انا عملته، الخطوات اللي انا عملتها. جبت كوبايه زبادي وحطيتها على اللحمه وشويه خل والتوابل اللي انتي عايزاها. بس انا بحبش اكتر التوابل بصراحه في الاكل بتاعي. ما كترناش طبعا التوابل عشان ما بحبش طعم التوابل كتير في الاكل، بتضيع طعم الحاجه يعني. في حاجه اسمها توابل الشرقيه، دي بتتحط على البطاطس المحمره، بتتحط على الحاجات اللي زي الشاورما دي توابل حلوه قوي. حطيت كيس منها على الخل، تمام، وعلى شويه كوبايه زبادي، وقلبت كل ده، سبته 3 ساعات. دي لحمه على فكره يا جماعه، بس هي لونها كده عشان الزبادي اللي جواها. وبعد كده زي ما انتم شايفين كده، جبت حته ليا او سمين. لازم التكه دي هي اللي بتديكي طعم شاورما اللحمه، بتبقى جامده يعني. بتستغربيش يعني ان انت هتحطي حته ليا والكلام ده، لا 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 لا، ولا تقولي ده عك، لا، حطي حته ليا وشويه زيت وهتطلعي احلى شغل، واحلى بصراحه، احلى شاورما لحمه. ونزلناها زي ما انتم شايفين كده وشوحناها. هتتشوح على النار، تاخد الصدمه بتاعتها وتتشوح وتنزل الميه. كان عندنا البصل مقطعينه طرنشات، وعندنا الفلفل وطماطمتين كده، حبتين من الطماطم وشويه البقدونس، دول خلوا الشاورما في حته تاني بصراحه يعني. عايزه اقول لكم ان انا امبارح مسكت الشقه طبعا، قلبتها ونضفته، ومسكت المطبخ طبعا حرفيا تعبت فيه جدا. عندي البوتاجاز ما بيكملش حاجه ويتوسخ، يمكن يوميا بيتغسل. شايفين الحوامل بتاعت البوتاجاز؟ انا تعبت من كتر ما انا الدهون اللي فيها والله العظيم مش عايزه تطلع بصعوبه. تقعدي تدعكي وتحطي في كربونات وفي خل وتنقعيها في ميه سخنه. في فتره من الفترات انا ما كنتش موجوده في البيت، كنت عند والدتي، لان والدتي كانت بتعمل عمليه وكنت مقيمه معاها يعني، وكنت سايبه البيت وكده. عايزه اقول لكم، جيت لقيت البوتاجاز حرفيا الحوامل دي كانت بتلمع. جيت لقيتها عليها دهون كتير جدا جدا جدا. من ساعتها صعب عليا ان انا اطلعها، تطلع بصعوبه. حوامل الزهر دي بصراحه بتلزق فيها قوي الدهون. المهم قعدت انضف امبارح يا جماعه، وانا بنضف
وانا بنضف بقى نضفنا وعلقنا الزينة تمام، وفرشنا السجاجيد كده حلوة وجديدة ونضيفة، وحاجات رمضان بقى وزينة رمضان بقى والحركات الحلوة دي اللي احنا بنستناها من السنة للسنة. دخلت على المطبخ قلبت الدنيا، نضفت وغسلت التلاجة وغسلت السيراميك نظافة رمضان بقى يا جماعة. حتى لو بيتك نضيف لازم تعملي التركات دي عشان تحسي ان رمضان داخل عليكي. وانا بعمل المطبخ عايزه اقول لكم ان انا والله حرفيا تعبت. السكر عالي عليا لان انا عندي سكر حمل زي ما قلت لكم قبل كده، وكنت عامله جسمي سايب جدا جدا. نزلت الصيدليه قست السكر لقيته عالي شويه، ارتحت ساعه ورجعت كملت تاني. التنظيف. ادعولي ربنا يشفيني يا رب ويعافيني يا رب ويشفي كل مريض. هنا انا كنت بعمل تومية، جبت نشا يا جماعة، جبت كام معلقة نشا تمام اللي كانوا موجودين عندي في الكيس يعني، وحطيت عليهم مية باردة وقلبتهم حطيتهم على النار، وزي ما انتوا شايفين كده عملوا القوام ده. دي تومية، انا هعمل تومية مش يا جماعة. هنا نزلت بالفلفل وهنزل بالبصل، مش هنزل بالطماطم دلوقتي، البصل متقطع شرايح زي ما انتوا شايفين، ونديها تقليبة بقى ونسيبها مع نفسها لحد ما ما كل الخضروات دي الحاجات دي تدبل. وعملنا طحينة وعملنا تومية وكانت بصراحة لذيذة جدا. المهم انا نزلت بقى يا جماعة، والله رحت الصيدلية وقست السكر لقيته عالي، طلعت ارتحت ساعة وبعد كده رجعت كملت تاني المطبخ. هنا بقى الطماطم متقطعة، وهنا هنجيب بقى هنجيب الخليط اللي انا عملته اللي هو بالنشا والمية ده عشان التومية دي الطريقة بتاعتها. وهنحط الحاجات دي في الخلاط، هنحط خليط النشا اللي انا عملته ده في الخلاط مع كوباية زبادي او كوبايتين زبادي زي ما انت عايزة، او رايب لو عندك. انا حطيت رايب، كان عندي رايب حطيته، وانا بعملها بالرايب بتبقى حلوة قوي. رايب مش لبن، يا رايب يا زبادي. و5 فصوص توم كنت مفصصاهم، وشوية زيت يا جماعة، وبحط خل وبحط ملح. هي دي طريقة التومية اللي انا بعملها ومعتمداها، بعملها على طول وبتطلع زيها زي المطاعم السوري بالظبط. اهو كان فص توم اهو مفصصين. وما تنسوش الزيت، ما تنسوش. اهو ده كان عندي رايب في التلاجة، حطيت اهو كوباية الرايب دي اللي انتوا شايفينها. والزيت خطوة مهمة جدا طبعا. وهتضربي كل ده ميكس في الخلاط، ومكترش الزيت يعني حبة حلوين كده. والخل ضروري جدا طبعا. وتعملي الميكس ده في الخلاط، تضربيه في الخلاط. في الاول القوام بيبقى مش تقيل قوي، بعد كده كل ما بتسيبي التومية كل ما بتتقل، حتى لو انتي مش حطاها في التلاجة. بس انا طبعا عملتها حطيتها في التلاجة شوية وطلعتها، لقيت ما شاء الله القوام بتاعها كان حلو قوي، هتشوفوه دلوقتي. وعملت طبعا شوية طحينة. هي الاكلة دي عايزة كده، عايزة طحينة وعايزة تومية. طبعا اللي عايز ياكل طحينة ياكل مع الاكل، اللي عايز ياكل تومية ياكل. انا ولادي بيحبوا التومية وانا كمان اكتر من الطحينة يعني. ان شاء الله بكرة رمضان، كل سنة وانتم طيبين يا رب، وبعود الايام يا رب. وكل اللي نفسه في حاجة يحققها يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. وربنا يشفيه يا رب مرضانا يا رب، لان المرض ده حاجة صعبة. لان انا جربت موضوع سكر الحمل ده، تعبني بزيادة قوي وعامل معايا شغل جامد.
والدوخة اللي بتجيلي. عايزه اقول لكم ان انا صحيت الصبح بعد ما نضفت المطبخ لقيته حرفيا ما كنتش فرشه سجاد. لقيت المطبخ مليان تراب. انا يعتبر ساكنه في الدور الثالث، والدور الثالث ده مش علوي. لقيت المطبخ مليان تراب والله، والبوتاجاز مليان تراب. اضطريت ان انا امسح تاني المطبخ، وما كنتش فرشه سجاد، ومسحت البوتاجاز كده لمعته تاني. هي دي التوابل اللي انا بقول لكم عليها، بتتحط على البطاطس، بتتحط على الشاورما، بتبقى حلوه قوي. انا جايبه علبه منها كده. رحت اضطريت ان انا اعمل تاني المطبخ وامسحه الصبح تاني. لمعت الارض لان السيراميك عندي فاتح، وطبعا فرشت السجاده دي اللي هي البن دي. انا عندي سجاجيد تانية في المطبخ فاتحه، والله ما بتكمل 3 ايام وبتتوسخ بسبب التراب. الشباك بيجيب لي تراب حرفيا رهيب. المطبخ عندي سيلفر في اسود، المعه من هنا لقيت تاني يوم التراب مليه من هنا. دي المشكله. عايزه اقول لكم الستاره اللي تحت الحوض دي انا نفسي اغيرها. كان المفروض نزلت جبت طلبات، دي انا اللي عاملاها كده عشان اقفل بيها تحت الحوض. كان المفروض نزلت جبت طلبات، والمفروض افتكر ما افتكرتش. جبت بقى مفارش تلاجة، وجبت دوار جديدة عشان رمضان. كل سنه وانتم طيبين. كنت فاكره بقى ان انا اجيب ستاره لتحت الحوض، نسيت بقى عشان اقفل تحت الحوض. هنا بقى هننزل بكام مكعب زبده. تمام. وعندنا الشاورما هي زي ما انتم شايفين. هنجيب العيش السوري ده. العيش السوري ده بيتباع بره عادي، مش انا اللي عامله في البيت خالص. الناس اللي بتعمل فطاير البلدي والكلام ده. نجيب العيش السوري ده كده طري، وهننزل بقى يا جماعه بالشاورما بتاعتنا. انا بحاول اروق حواليا عشان ما اكركبش الدنيا، عشان حقيقي حرفيا الواحد بيتعب في التنظيف والحاجه بتتوسخ بسرعه جدا. الشاورما هنا كانت خلصت، واخر حاجه نزلت بيها الطماطم وشويه البقدونس اللي انا حطيتهم دول. عايزه اقول لكم البقدونس انا كنت فاكره لما احط البقدونس هيدي طعم مش حلو، لكن بصراحه ادى طعم حلو جدا جدا. وحته اللي انا حطيتها اختلفت تماما في الطعم، اختلفت، خلت فعلا الشاورما اللحمه جميله جدا جدا. هي بتتحط لشاورما اللحمه بس مش الفراخ. فردت العيش السوري زي ما انتم شايفين، وهنزل بالشاورما بتاعتي. هو مش هنكتر لان اللحمه يعني الفراخ غير اللحمه. اللحمه بتبقى يعني شويه شده شويه. وبنطبقها كده. طبعا انا ما رضيتش احط توميه من جوه لان انا هنزل الميكس ده على النار. تمام. هنزله في الزبده ياخد تشويحه. عايزه اقول لكم وهو معمول في الزبده في الجريل طعمه احلى كتير جدا من وانتي عامله العيش السوري كده من غير ما تحطيه في الجريل. يعني انا هنزله، هعمل تشويحه للسندوتشات دي، سندوتشات الشاورما دي اخليها تاخد كده تشويحه في الجريل. طعمها بصراحه كان ما شاء الله، كان جميل جدا جدا جدا. هعمل الكميه دي. يا جماعة اللي ما اشتركش في القناة، شاف المحتوى وعجبه وما اشتركش في القناة، يشترك ويدعمني بفضل وليس امر. ما تنسونوش باللايكات وتعليق حلو كده جبر خواطر. متنسوش تصلوا على النبي. كل سنة وانتم طيبين تاني.
وهفضل اقولها لكم لحد ما الفيديو يخلص. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وستر وعافية يا رب، اللهم امين. هنا كنت نزلت الزبدة وسخنت، وهنزل بقى بالايه، هنزل بالسندوتشات بعد ما حطيتها في العيش السوري الشاورما. هاخدها تشويحة كده خفيفة، مش هنشف عليها جامد. عايزة اقولكوا الطعم بيختلف تماما لما بتاكليها كده، بتبقى بتشد معاكي، العيش بيشد معاكي. لكن لما عملتها كده كانت جميلة جدا، مقرمشة من بره وطرية من جوه، وكانت جميلة. حطي بقى التومية بتاعتك، حطي عايزة تاكلي سلطة جنبها، حطي الطحينة بتاعتك. كل سنة وانتم طيبين. وهنا كنا خلصنا. اشوفكم